هذا اللي كتشوف فيه قدامك حمام غادي نعاودوا له الاصلاحات ديالو، وإلا بغيتي تعرف النتيجه النهائيه كيفاش جات في الاخير اذا ما عليك الا ان تستعد للاثاره والتشويق، ولن تراها ابدا ودائما الا عند البشير العوني يا صديق. من بعد ما كملنا الكراطاج ديال الحمام ديالنا من الجليج القديم، جات مرحله التفكير لكل حاجه وفين غادي تجي على حساب المساحه ديال الحمام اللي عندنا. دوز البلومبي لانستالاسيون ديالو، كل حاجه حاطه لينا في بلاصتها، لافابو، الطواليت سيسبوندي والكابين دوش. كيف ما كتشوفوا الطواليت سيسبوندي دخلنا شويه في لاكين باش تخلي لنا اتساع اللافابو من الجهه الاخرى، وبنينا على لياجور من الجناب ديالها كاملين وحتى من الجهه ديال القادوس اللي كاين في لاكين. وباش يكون في علمك ان هاد لاكين هادي منها للسطح ما بقى حتى شي بارطما فوق من هاد البارطما هادي. المهم هادشي كامل علاش درنا هاد الخدمه بحال الطواليت سيسبوندي باش نستافدوا على جوج ديال المرات، فين نديروا لي نيش ونستافدوا واحد شويه ديال المساحه باش يبقى لنا لافابو عنده اتساع شويه. هذا خلاط غير كهربائي وليس صالح للقلوب الضعيفه، يعني خاصك تعتمد على القطنيات لو بغيتي تكون عندك لياقه بدنيه عاليه باش تكون دائما مستعد لمواجهه هذا الخلاط هذا.